السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. من الفيديو نلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. جمعه مباركه وطيبه على الجميع ان شاء الله بالصحه والسلامه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم جوج حويجات هكا كنحتاجوهم، هكا سواء التزيين ديال الحلوى اولا في لي كاطو هكايا. كتدخلوها في شحال من حاجه. غادي نشارك معكم البخاليني باللوز، وكذلك غادي نشارك معكم حتى الفويتين هكا صنع منزلي. الاخوات اللي ما كيلقاوش كيتباع، هو اللي فينيت به الغريبه. دوك الكويرات ديال الغريبه اللي كتكون هكايا مفنده بالشكلاط والفويتين. بزاف تيسولوني واش كونفليكس. لا، راه الفويتين بوحدو والكونفليكس بوحدو. المهم على بركه الله غادي نبدا ان شاء الله. وقبل ما نبدا الفيديو، قبل ما تفرجوا خليوا لي لايك وتعليق كما العاده، باش تستمر القناه ان شاء الله هكايا وتوصلوا بكل جديد. المهم على بركه الله غادي نبدا بالمقادير ديال الفويتين. كما قلت لكم هذا اول مره نصايبه الصراحه في الدار. ديما كنشري هكا واجد. قلت علاش لا نصايبو هكايا ونشوفوا حتى المذاق ديالو كيفاش كيجي. الصراحه جا واعر المذاق ديالو، خطير، حسن من اللي كيتباع في الزنقه عند مالين هكا اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. المهم بالنسبه للقياسات عندي كلهم نفس العبار. يعني بالنسبه بياض البيض عندي جوج بياض البيض. عندي 50 غرام ديال الزبده حيوانيه يعني ديال العبار. وعندي 50 غرام ديال السكر كلاصي تيكون هكا تا هو مغربل. و50 غرام ديال الطحين، واحد القبيصه ديال الملحه درتها في البيض، وساشيه ديال لافاني رميتها مع البيض باش تذوب ما تخلينيش دوك الحبيبات ديال السكر هكايا. عندكم لافاني بودر يكون احسن. صافي كنسجموا الخليط كامل هكا. كنحاول الا كانت الزبده بوماد رطبه بزاف وكانت سخونيه راه دغيا كتنسجم لكم غير بالفوي. انا هكا مع البرد الحال واخا كاين على برا، راكم عارفين البرد شويه شاده راسها. صافي كنحاول هكا نهبطها مزيان بسباتولا هكايا. المهم تشوفوا العجينه ديالكم ولا الخليط ديالكم منسجم بحال ما هكا كما كتشوفوا، يعني ماشي ثقيل وماشي جاري، يعني العناصر يكونوا منسجمين كاملين. كتاخذوا الورق ديال الطبخه ولا بابي كويسون هكايا وغادي تسرحوا عليه الخليط. هذا الخليط خرج ليا جوج ورقات، يعني سرحت فوق جوج ورقات. على حسب تاني اللاطه ديالكم. انا غندير في اللاطه مشي سخنت اللاطه ديال الفران ديال الضو، وغندير في اللاطه ديال الفران ديال الضو. جاتني مضيقه. المهم غادي تلاحظوا معايا ما حيدت حتى حاجه، غادي تشوفوا كيما داكشي اللي درت هو اللي تشاركته معكم. سرحت هنايا فوق البابي كويسون كما قلت لكم، وكتمسحوا بسباتولا هكايا. تكون ديك الطبقه ديال داك الخليط يكون رقيق بزاف باش تعطيكم ديك التقرميشه هكا كتجي رقيقه. انا جيت كما قلت لكم سرحت وما شاداش العبار ديال اللاطه، فجيت نحطها فوق اللاطه كما غادي تشوفوا معايا. جات في الجناب شايطه شويه. المهم اش غنقول لكم، باش الراس نسخن الفران الكبير ديريكت ونطيبها فران كبير. الله يهدينا على نفسي وصافي. المهم جيت نحطها انايا في اللاطه كما قلت لكم، جاتني صغيره، حيدتها زيت ثاني اللاطه مسحتها من التحت وقلبت فوقها حطيت فوقها ديك الورقه وخليتها حتى دخلتها الفران حتى بدات تشد راسها كما غادي تلاحظوا معايا. واخا داك الجناب شويه ما ضاعت فيهم كما قلت لكم غيجيكم جوج وراق مخيرين. يعني هذا القياس غيجيكم جوج وراق، يعني غتقسموا على جوج غيجيكم هو هذاك على حسب اللاطه ديالكم وعلى حسب الفران. كانت اللاطه كبيره خلاص راه غادي تجيكم مخيره كاع. الفران تيكون ديجا سخون، كنسخنوا غير على 160 الفوق والتحت. كتشعلوا الفوق والتحت وكتدخلوا ديك اللاطه ديالكم بداك البابي كويسون اللي مسوح رقيق كما قلت لكم. كنأكد باش تجي ديك الطبقه رقيقه. صافي دخلت وحده الفران وهذه وجدتها حتى هي. هذه قطعتها على قياس اللاطه ودرتها لداخل هكا كما كتشوفوا. غادي ندخلها وغادي نجبد الثانيه. هذه فاش بدات تشد راسها حطيتها فوق الشبكه ديال الفران. داكشي علاش عطات دوك الخطوط هكايا، ولكن كتنقصوا عليه كما قلت لكم وكتخليو العافيه. فاش كيسخن الفران كتعاودوا تهبطوا شويه الحراره، اولا هو تتكون فيه ديك الترموسه هكا كيبرد شويه الفران كيعاود يشعل تاني. الا كان هكا راه مزيان. ما كانش ديما تيبقى شاد نفس السخونيه
راه كتبقاو تنقصوا في البوطه، اولا كديروا الفران ديال الغاز كتنقصوه بحال الا غادي طيبوا الكيكه. صافي هنايا كما قلت لكم غير تيبرد راه دغيا كيتساس من القاعد، خصوصا القاعد الا كان نوعيه مزيانه. هادو اللي في الجناب ما تحمروش راه كنعزلهم، يعني كنعزل دوك اللي تحمروا. واحد الريحه البنات خطير مع الزبده ديال العبار الفاني، كتعطي واحد الريحه زوينه في بحال ريحه الكريب بحال هكا. المهم والمذاق رائع. صافي غادي نحاول هكايا نجمع دوك هادو اللي كانوا في الوسط اللي محمرين، وغادي نخلي هادوك اللي الجناب حتى نعزلهم هكايا باش نزيد نحمرهم. كما قلت لكم كتاخذ لهم نفس الطياب. هذه الورقه الثانيه بعد ما طابت، هذه جاتني احسن من الاولى. صافي هنا غادي نبدا نسوس، غادي نحيد واحد الهبات ليا غير في الوسط هكايا. صافي وغادي نحاول نروليو عليه هكايا البابي مع هو باقي شويه دافي. هنا راه كنحيد دوك اللي شويه بيضين غادي نعزلهم بوحدهم. صافي كتروليو هكايا بحال كتهرسوه وكتسوسو، كيجيوكم دوك الرقائق كما قلت لكم مقادين. خصوصا البنات هكا اللي كيبغيو لي غاطو هكا كيديروا ديك الطبقه المقرمشه من عوض تشريوها جاهزه، كتحضروا هكا كيعطيكم واحد الكميه مهمه. صافي هنايا راه كنعزل اللي كيكونوا هكا باقي خاصهم تحمر، غنديرهم في ورقه اخرى ان شاء الله وغادي نرجعهم للفران. يعني كل شيء ما كتضيعوش في تشنتيفه منه، يعني كل شيء كتستافدوا منه. صافي هنا غادي نرجعو يتحمر وغادي نمشيو ان شاء الله للبخالينين نحضروا. نسيت هنايا غادي نوزن معكم شحال عطاني، جيت نوزن القياس اللي عطاني. المهم هذا غير هذا اللي الاول وباقي شويه في الفران، يعني داك اللي رجعت يتحمر. هنايا هذا القياس اللي عبرت لقيت فيه واحد 90 غرام. كما كتلاحظوا هذا القياس فيه 90 غرام. فاش زدت داك اللي تحمر فيه 110 والله ما عرفت 115 غرام، يعني علين 120. راه مازال ضاع ليا في الجناب ديال ديك الورقه الاولى اللي ضاعت فيها كما قلت لكم، بحال الا داك دخل الفران وبدا تينقط ليا بحال ساح شويه في الجناب. يعني غيعطيكم واحد نص رابعه صغيره، نص رابعه ماشي رابعه. المهم 125 غرام تعطيها لكم هذا القياس غيجيكم مخير، احسن ما تشريوها بالثمن غالي. راه داير 130، كاين اللي يدير 160 لا 180. 180 واحد الماركه والاخرى دايره وقيله 130 وما عرفت 120 قال لي الدري. يعني في السوق راه طالع الثمن ديالو. خليوني مشيت مع الهضره ورجعت نرجعوا للبخاليني ديالنا. عندي نص كيلو ديال اللوز هنايا محمر، حمرته في الفران بالقشره ديالو غير مسحته وحمرته هكا في الفران. القياس اللي غيدخلوا داك التحمر هكا من الداخل تحسوا به مقرمل، غير ما يدوش فيه التحمر بزاف باش ما يجيكمش مر. هزيت رابعه ديال سنيده، هنا نص كيلو ديال اللوز درت رابعه ديال سنيده باش ما تجينيش حلو بزاف. درتها على شكل كراميل. ممكن كما شفتوا معايا في الفيديو راه كنت كنهضر في الفيديو سامي كيكون صداع في الدار هكايا كنحاول نحيد الصوت ونعاود نسجل اوديو هكا. ممكن طحنوه مع سنيده ديريكت، يعني يكون سخون وكترميوه في الماكينه وكتلوحوا عليه سنيده بلا هاد المرحله ديال الكراميل. انا كيعجبني بالكراميل، كندير ديك الرابعه ديال الزبده ديال السنيده عفوا حتى كتذوب، يعني بجوج دفعات. ندير الاولى غير بدات تنزل داك السكر، كنزيد النص الاخر كنرميه هكا في الكاسرونه وكنبقى غير نحرك غير من ليد ديال الكاسرونه. ما ديروش المعلقه في الاول باش ما يتحجرش معكم ويتعطل لكم السكر. صافي كنخليو حتى تنحصلوا على داك اللون الكراميل تيكون ماشي غامق وماشي مفتوح بزاف. صافي المهم القياس اللي يجيكم داك الكراميل زوين. تدير واحد القبيصه ديال الملح، انا غنديرها حتى الاخر، نسيت ما درتها في الاول مع السكر. وغادي نبدا بعد ما غيبرد ليا اللوز كنهرسو بحال هكا باش ما يجيش دوك الطراف كبار على الماكينه، حيت غنطحنو غير في الدار. ما يجيكمش دوك المخصصه اللي عندكم هاد الماكينه اللي ولاو دابا ديال الطحين، يعني كيجيو ساهلين وكيخرجوا لكم البخاليني واعر، احسن من الطحانه اللي كتكون صغيره دغيا كتسخن. هذه ديال هذه اللي كنطحنوا فيها اللوز والسل وداكشي. صافي هنا درت الطحنه الاولى
حتى كيتهرمش. تنبدا نهبطو هكايا فاش كيبقى تيبان ليا كيتعلك، وكنبقى نطحن. يعني راه ما كتزيدوش فيه في هذه الماكينه لا زيت لا والو، غير هو يطلق داك الليدام ديالو. كنبقى نسد هكا مره مره، كنهبط دوك الجناب وكنعاود تاني نطحن. كما كتلاحظوا هنايا راه بدا تيجرى. والماكينه كتخلعني في هذا الوقيته، يعني كتدير واحد الصوت. فاش كتجرى الحاجه كدير واحد الصوت. المهم انا تندير ضربه جوج وكنطلع ليه هكايا، كنبقى نهبط دوك الجناب وكنعاود نسد كنضرب تاني. هنايا يلا غادي نزيد واحد القبيصه ديال الملحه وغادي نعاود نطحنو مزيان. صافي هنا كما كتلاحظوا كيجي واحد البخاليني خطير، ناقص في الحلاوه، ما كيجيش حلو بزاف. وشي حاجه كتصايبوها بيديكم كتعرفوا شنو صايبتوا بها. هنا ممكن تصايبوا منه ديك الخليط ديال هذا. خاصو غير شوكولا غيش، يعني ديك الخليط ديال الكروستيون اللي كنديروا في لي غاتو اولا كنزينوا به الحلوه ديالنا. هنا الشكل النهائي كنوريكم كيفاش كيجي. هنا راه ما فيه لا زيت لا والو، ولكن انا فاش غنديرو في البواطه باش ما ينشفش ليا غندير واحد شويه د الزيت الروميه هكا، يعني الزيت اللي ديال الطياب، غندير ليه شويه من الفوق باش يبقى ما ينشفش. وهذا الفويتين ديالنا كيجي واحد قرميشه رائعه الصراحه، غير جربوها البنات وساهل. راه ما فيش تعقيدات. دغيا دغيا كيوجد، غير سخنوا الفران، خلطوا دوك العناصر وسرحوهم في اللاطه ديالكم وحطوا الورقه دغيا كطيب، دغيا كتجمع داك الخليط وكتجيكم واحد قرميشه رائعه. نتمنى يعجبكم الفيديو المورا هذا. ان شاء الله غادي نشارك معكم الكونكاسي ديال اللوز كما طلبتوني اللي بالقشور، وكذلك الكونكاسي ديال الكاوكاو اللي غادي يبقى معكم زوين، ما فيه لا ريحه لا والو. ان شاء الله البنات جربوه بزاف. غادي نشاركوا معكم ان شاء الله في الفيديو القادم. مع السلامه، ما نكونش طولت عليكم. الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.